رجعنا. يعني حبك دمرني ودمرنا كلنا، بدنا نقول له مساء الخير على هوا ارابيسك الفنان محمد باش. يسعد لي مساك. مساء الخير، وانا رجعت معكم كمان. يسعد لي اوقاتك. احلى بنتين بالتوب 10. احلى شاب واحلى فنان. حبيت شلون هيك التفاعل بيناتكم، شلون انتم عم تحكوها بنفس اللحظه والقصص هيك. هو اصلا كنا ما بدنا نقولها، بنعرفها انه انت عم تسمع تحت الهواء من عرفت كيف؟ عرفت. شو اخباركم؟ هاي اول شيء محمد، ومبروك التوب 1 الاسبوع الماضي، وشكله كمان هالاسبوع، لانه ما بتتخيل قد ايه في تصويت لمحمد باش. تصويت رهيب. طب الحمد لله هيك ان شاء الله بهالوقت الحلو مناسبة الاعياد هيك يكون في شيء حلو لنا ولكم للكل على كل سوريا. يا حبيبي تسلمي. محمد حبك دمرني، كنت ديك الاسبوع عم بقول انه الغنية معنا كتير جديدة، يعني معنا هي مثلا بموازات اللي طلعوا الاسبوع الماضي او اللي قبله، هي مع هيك عم بتكون توب 1، عم بيكون لهلا التصويت عليها كثيف، يعني حتى عم يجينا ان كان مسجات او حتى على صفحة الفيسبوك انه هي الغنية بتضل جديدة، وشو ما عمل محمد باش بضل بنظرنا جديد. فشو الجديد عن جد؟ يعني الجديد الحمد لله اول شيء انه غنية حبك دمرني هي انا بالنسبة لي كانت اول غنية كتجربة مصرية، يعني بعتبرها تجربة متواضعة لمحمد باش باللهجة المصرية، بس الحمد لله لقيت اعجاب الكل، وهذا الشيء اكيد بيفرحني كثير انه عملت شيء انا جديد هيك، تشجعت اني عملت شيء بستيل جديد والعالم حبته. واكيد هلا ان شاء الله الشغلات الجديدة كمان يعني بوعدكم هيك في شيء ممكن هيك عن قريب ينزل جديد، مو يعني انه في شيء رح يكون جديد، وكمان في شيء عم يتحضر كمان لبعد راس السنة. حلو. ان شاء الله كمان هيك ينال اعجاب الكل. على 2012 بعد 2012 شوية. طيب محمد بدنا نعرف براس السنة وعيد الميلاد شو عامل وين حتكون؟ هلا صراحة على الكريسماس ال 24 وال 25 رح يكون ببيك باش عندي هون بالريستوران. حبيت انه انا اعمل شيء انه انا اكون متواجد هون بالشام، فبال 24 رح يكون ببيك باش. وال 25 صراحة في حفلة بالحسكة، بس بعدنا ما بعرف، عم بيقولوا انه ممكن في ظروف تصير انه تلتغى الحفلات برا، ما بعرف شو عم بيصير، فبعدنا ما لنا متأكدين، بس هي اوريدي الحفلة بتكون يعني 24 ببيك باش و25 بالحسكة. راس السنة في شيء مأكد ولا لسه؟ راس السنة ببيروت. حلو. يعني اطلع بيروت. هي بدنا نطلع بيروت انا ورفيف. بتشرفوا والله، انا كثير مبسوط عن جد. الله يوفق الكل. الحمد لله يعني كل فنانين بلدنا الحمد لله مو مقصرين، عم نتابع الكل انه ما شاء الله كلهم عندهم حفلات، ما في حدا ان كان هون ولا كان بالاردن ولا كان بلبنان ولا كان بدبي كمان، ما شاء الله حولون، وان شاء الله الكل هيك يعني عم نتخطى هالاوضاع انه عم نقدر قد ما فينا نحن نعمل شيء حلو ونعيش العالم انه كل شيء خير وكل شيء منيح وقد ما فينا، يعني هيدي الشيء. حلو محمد، كل فانزاتك عم يسمعوا وكتير مبسوطين، شو بدك تقول لهم هلا على الهواء؟ لفانزاتي بدون عادة عليكم بدي اقول للكل هابي نيو يير. هالاسبوعين هيك يكونوا وداع حلو لسنة 2011، وان شاء الله هيك ب 2012 اكيد بعتقد رح احكي وعايد الكل اكيد اذا بتحكوا معنا تتكرموا علينا التليفون نحكي هيك. محمد اذا بدك بنعمل احلى بنتين ومحمد باش. انا عايز الكل بالنيو يير اكيد ان شاء الله هيك تكون هالسنة مرت على خير، وان شاء الله سنة 2012 تكون احلى الكل. واكيد دائما بدي اتشكرهم، عم بيكونوا دائما متابعين محمد باش، عم يتابعوا اعماله وعم بينطروا الجديد اللي هو فيه، والحمد لله هذا النجاح اللي عم نعيشه مع بعضنا كلياتنا قادر هيك كل ما يخليه يكبر ويكبر ويكبر لحتى هيك قدر عن جد. انا دائما بحس انه انا يعني انه كمحمد باش من سوريا كمان لي فخر انه ارفع اسم بلدي، والفانز اللي اكيد الفانز بسوريا هن كمان بشكله كثير شيء مهم لإلي. هيك بتمنى انه قد ما فيني نعمل حفلات مع بعض هون كان باي قرنه من سوريا كلياتنا ان شاء الله. ان شاء الله. على كل حال محمد، حتى عم تواصلوا معنا من فانز محمد باش من سوريا ومن كل العالم حتى. كنت وعدتهم الاسبوع الماضي انه نحكيك على الهواء، هات لأفضحك شوي. دقيت لك ما رد محمد باش. شو كنت عم تعمل السنة الماضية؟ أنا قلت له أنت مسافر من عندي.
كنت مسافر. لا عن جد كنت مسافر. رفيق بعثت لي وقتها مسج بس كنت مسافر وما زبط يعلق التليفون فعلا من الكل. هيك مرتها دائما يعني رفيق. على كل حال محمد موفق شو ما عملت وكمان انا بدي اقول لك حلقتك تبع برنامج شوكولا على مساء كانت كثير حلوه. بعرف انك ما شفتها. لا والله شفتها وكنا يعني كانت هيك حلقه مهضومه يعني عم نتساءل على بعض كلياتنا ومسلى كان كثير حلو. لا كثير هيك حابين العالم حتى على الفيسبوك في كم جواب كانوا شوي العالم عم تنصدم منهم بس كنا عم نمزح وعم نتسلى فهيك كم شغله المهم حتى اكثر من حدا محمد ناشرينا على الفيسبوك وهيك كثير حابين عن جد وانا منهم يعني. الحمد لله خلص وعملت لك صحيح على الفيسبوك. ليه ما عم تفتح فيسبوك يا محمد؟ محمد فضايح اليوم معنا على أرابيسك. اخذنا راحتنا كثير. على كل حال انا بدي اقول لك ان شاء الله هيك دائما بنسمع صوتك على أرابيسك من نجاح لنجاح. واليوم ان شاء الله اذا كنت كمان بالتوب 1 حسب ما عم نتوقع من طريقه التصويت اليوم فبدي اقول لك مبروك سلف الأسبوع الثاني على أرابيسك. محمد باش حبك دمرني. شكرا كثير لك ولصوتك. رفيف وديال عن جد انتم احلى بنتين ويعطيكم الف عافيه باحلى اذاعه كمان. اهلا فنان. بيتك هون محمد تعرف انت. بعرف يلا سلام على الكل. الله يسلمك. باي باي. ان شاء الله بنشوفكم قريبا ان شاء الله. ينعاد عليك. باي باي. من عليكم الله معكم. باي. حبك دمرني ودمر حياتي من سوقك يا مسيرة ليالي. حبك دمرني ودمر حياتي من سوقك يا مسيرة ليالي. طب اعمل ايه بهواك محتار ما هو في الجنة ويطفي النار. هلا حنخبركن شو هن ترتيب الاغاني وحنبدا معكم بالغنيه يلي احتلت المرتبه العاشره وهي نمبر 10. حدو هلا لباينا حدو كل مين صوبك ما اللي يلزموه. وبالمرتبه العاشره عيونك سيف جورج طحان بعد ما كانت بالمرتبه التاسعه. حدو كرمال عينيك شو بيحلى العذاب. اما بالمرتبه التاسعه رح تكون معنا غنيات نمبر 9. شو بعمل لك انا حبيت شو بعمل لك ايمن زبيب. افتح لك بيت شو بعمل لك. اما بالمرتبه الثانيه بقيت محافظه على حالها غنيه تامه. انا قلت الثانيه وصلنا نمبر 8. عمرو دياب بناديك تعالى. تتذكري مسلسل على حافة الهاوية؟ تتذكري قيس الشيخ نجيب وبس وبس الخياط. هيك هلا صاير مع عمرو دياب فبدكم ديروا بالكم اللي بتحبوه. على كل حال بالمرتبة السابعة رح تكون معنا غنية نمبر 7.
أنا أبعد عنك، أنا أبعد عنك عامر زيان. فكرتيني مجنون الله لا يقدر. هلا أنا أبعد عنك اللي كانت إهداء سبيشال لهلا، هي نطرتنا من أول حلقة هلا لتسمع الإهداء. إن شاء الله تكون هيك لساتها عم تسمعنا. هو من حدا كتير سبيشال، بعدين بخبرك هلا مين. وهلا وصلنا والله اللي بس أول حرف. لا 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 هلا وصلنا للمرتبة السادسة اللي بقيت محافظة على حالها كمان. وصلنا نمبر 6. انسى الدنيا عيشي إلي، نبقى سوا رامي عياش ومايا دياب. كون غيرك ما إلي، بحبك أنا انت حبيبي اللي. أما بالمرتبة الخامسة هي غنية نمبر 5. إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني، جرح الماضي والجسار. جرح الماضي بعده عم يوجعني. وإذا عم تسألوني شو الغنية بالمرتبة الرابعة رح نعرف هلأ. وصلنا نمبر 4. سألوني إذا كنت بحبك راسي بالعالي علايت، تأنكر إني ما بحبك ما قدرت عليهن ردايت، بس عيوني سألوني عاصي الحلاني جاوب. وعيوني وعرفوني بحبك عرفوني. بالمرتبة الثالثة لليوم هي غنية اسمع قصي. وصلنا نمبر 3. لو بالغصب رح اخدك او بالسلم، كلمة ظلم سمارة. وكلمة ظلم خلي بقى ارتاح بقربي. أما المرتبة الثانية لكل مين ناطر يعرف مين المرتبة الأولى، فإذا عرف الثانية حيعرف مين الأولى. خلونا نعرف سوا. وصلنا نمبر 2. شو هالليلة وشو هالليلة، ليلة بتسوى ألف ليلة، يما القمر غير ليلة. شو هالليلة نجوى كريم. طبعا بس حابة أخبركم إنه قريبا حنشوف كليب لغنية لو بس تعرف لنجوى. هي إذا أردت أن تعرف ماذا في البرازيل يجب عليك أن تعرف ماذا بإيطاليا، يعني مع أنه عرفنا الثانية فعرفنا الأولى. بدي أقول لكل فانز محمد باش يعني عن جد كان في فرق بأصوات كثيرة بين الغنية الأولى والثانية، وقدروا أنه يصوتوا بشكل مكثف خلال اليوم. خلينا نسمع المرتبة الأولى. يلا. نمبر 9 8 7 6 5 3 2 وأخيرا نمبر 1. The number one محمد باش، وللأسبوع الثاني عم بيكون معنا ضمن برنامج توب 10 على أرابيسك. ألف مبروك. المرتبة الأولى أكيد فيكم تسمعوا الغنية كاملة من بعد البرنامج. أكيد
بدنا نسلم على محمد باش عن جديد وعلى كل فانزاته. بنذكركم انه هو ب 24 شهر حيكون ببيك باش، 25 شهر حفله غير مؤكده بالحسكه لحد هلا، وبراس السنه ببيروت.